فلو جاية مع صاحبتي القاهرة، جاية لي من القاهرة لبورسعيد عشان نقضي يوم سوا انا وهي في بورسعيد. يلا بقى بينا نشوف هنقضي اليوم ده فين سوا في بورسعيد. يلا بينا. بدأت اجهز الاوتفيت بتاعي، هو اوتفيت صباحي كاجوال كده الصبح، بس تقيل جدا لان احنا هنروح على اسقع مكان في بورسعيد كلها ونقعد عليه. واو، هو ده بقى الفاينل لوك بتاعي بتاع الطقم ده. على فكره يا جماعه تقيل جدا ولابسه تحته بالهبل، ما تقلقوش يعني. بس قولوا لي بقى في الكومنتس ايه رايكم في الاوتفيت ده. انا بصراحه بحب الحاجه الخفيفه، بحب الحاجه الكاجوال، وما بحبش الحاجات اللي هي اوفر. بحب السيمبل تي شيرت وبنطلون وبس كده، وكده تبقى جاهز والاوتفيت جميل ولطيف وظريف، وجاهزين نبدا خروجتنا وانطلاقتنا. بما اول اننا حاجه طبعا لسه احنا جايين من صاحيين، بدري يلا فلازم بقى نفطر. بينا نروح ندلع نفسنا ونفطر في اجمد واحلى مكان نفطر فيه فطار جامد في بورسعيد. يلا بينا. طبعا طالما عايزين نفطر فطار جامد يبقى هو مكان واحد بس، تابس في بورسعيد. تابي من اجمد الاماكن اللي بتعمل بيكرز خطيره يا جماعه. الكرواسون عندهم ادمان، الفطار عندهم ادمان، ما ينفعش تيجوا بورسعيد ما تجربوش تابس خطير. احنا قررنا نفطر من عندهم الكرواسون. الكرواسون عندهم في حته تانية، وخصوصا السميك دركيلا خطير. اخدنا الكرواسون وطلعنا على احلى مكان في بورسعيد كلها، البحر. يعني مزاج، يعني ريلاكسيشن، يعني هدوء، فطار وبحر وهدوء، احلى خروج. على فكره صاحبتي بتحب تيجي بورسعيد تقعد قدام البحر وتستمتع بجمال وطاقه البحر. بس ما تنسوش بقى الكرواسون شكله عامل ازاي خطير. لا، كرواسون جامد وفعلا تعملوا فيه. هو غالي سيكا بس مش مهم. فضلنا بقى قاعدين على البحر وبنستمتع بالبحر وجمال البحر زي ما انتم شايفين كده. الوقت على البحر بيعدي يا جماعه من غير ما بنحس بيه. بنفضل نتصور وفجأة نلاقي ايه ده، الوقت بيجري ازاي عشان هي تلحق الباص بتاعها. بس الوقت ممتع لذيذ، هدوء، صفاء ذهني، بتخرج كل الطاقة السلبية اللي جواك وبتحس نفسك ان انت اتشحنت طاقة ايجابية. ازاي ما تعرفش؟ فالقعدة على البحر من بحر ممتعة. بورسعيد من عند دعية بيتش طلبنا اغرب واغلى اكله ممكن تجربها. هي عباره عن بايتس كده او بيتس صغيره. الاكله دي انا اول مره اكلها في حياتي. مستعدين تعرفوا ايه هي اغرب اكله ممكن نجربها على البحر؟ يلا بينا. اول مرة اطلب من مطعم كافيرا لاونج في بورسعيد. هو طبعا ابو سيد، طبعا ملك الرنجة في مصر كلها والعالم العربي. فقررت النهاردة اجرب من عندهم اغرب واول مرة حاجة اجربها في حياتي كانت المرة دي سوشي يا جماعة. عندهم سوشي، انا اتفاجئت ان في سوشي في بورسعيد. ايه ده، بورسعيد وفيها سوشي؟ يبقى لازم نجرب. وبما ان كمان صاحبتي مدمنة سوشي فهي اللي اقترحت عليا الاقتراح ده، وكمان اقترحت عليا الانواع. فقلت لها اوكي انتي ادرى، يلا بينا نجرب السوشي. ويا ترى هتبقى تجربة حلوة ولا هيبقى الغدا ودفعنا فلوس على الفاضي؟ هو ده اللي هنعرفه في بقية الفيديو ده. ومحبي السوشي بقى انصحهم لما تيجوا بورسعيد وعايزين تاكلوا سوشي او تاكلوا اي حاجة لها علاقة بالسلمون الكافيار الحاجات دي، كافيار لاونج موجود في بورسعيد، موجود كمان في بور فؤاد. يعني متاح في اي حتة، بس خطير خطير ما ينفعش يفوتكم. يلا جبنا بقى انواع بينا متعددة نفتح وقلنا لان الساعه نجربها سوا. اول مره سوشي، ويلا نقول بسم الله. انا اول ادوق ده اصلا. بسم الله. يلا يا جماعه اول مره سوشي، ناخد اول بيس مع بعض. بسم الله. لسه التذوق شغال. لطيف لطيف. احنا جربنا دي، تعالوا نجرب دي مع بعض. طعمة صويا صوص. مستعدين لتاني نوع سوشي. ده حبة البركة باينة فيه قوي.
رول كينج، بس الرول كينج على فكرة كبيرة. نحطها في الصويا صوص ولا ما نحطهاش؟ لا مش هنحطها. رهيبة، أجمد واحدة، تالت نوع. عظيمة عظيمة عظيمة، اسمها كينج رول، عظيمة عظيمة. بصوا يا جماعة، دي حلوة، دي مش قوي، ما جايبهاش تاني. دي رهيبة رهيبة جدا 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 جدا. ده بقى نوع اسمه النيجيري، شكلها كده. هنشوف بقى طعمها عامل ازاي. بصوا يا جماعة، تجربة السوشي تجربة مختلفة وجامدة جدا وفظيعة جدا. جمدان. دي اكتر بيس تحفة، عجبتني جدا، اسمها كينج رول، فظيعة. خلصنا تجربة السوشي على البحر من بورسعيد، ودي كانت أول مرة أجرب فيها. كافيار لاونج، تحفة 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 بجد، بنشكرهم جدا جدا. حتى صاحبتي من القاهرة بتقول جامد جدا جدا، شكرا ليهم جدا. الكواليتي تحفة، والانجريدينتس كلها جامدة جدا جدا جدا، وكانت تجربة مميزة جدا. عايزين سوشي يبقى كافيار لاونج